ما بلشنا برأس واحد، وأثناء هيك محبتنا إلها بلشت تتكاثر عنا ونشتري بعض الخيول الجيدة والسلالات الصافية. الخيل هو عبارة عن يعني بحر من الأبحر، المرابط والتفريعات، لكل مربط له تفريعاته الضخمة. ومحبتنا لهذه الخيل بلشنا بتكاثر حتى وصل عندنا العدد إلى تقريبا ما يقارب ال 35 رأس. وهلا بلشنا بالعمليات التجارية للخيل وعمليات بيعها وشراء الأصناف الغير موجودة عندنا. في صعوبة بالتنقلات، في صعوبة بشراء المواد العلفية بسبب ارتفاع المواد العلفية وبسبب الجفاف الحاصل السنة. المزرعة في عندي طاقم يعني عم يساعدني فيها، في المدرب أحمد العواد مشرف على عملية التدريب، في عمال عم يقوموا بالتنظيف، في عندي أصدقاء شركاتي في المزرعة يساعدونا بدعم المزرعة ماديا وشرائها. أما أنا لحالي اليوم هذا موضوع ضخم جدا وموضوع مكلف، وعدم وجود أي مساعدات من أي جهات أخرى يعني مكلف جدا على شخص يقيم هذا البرنامج. يعني فكرتنا المستقبلية أنه ننشئ سباق ضخم في منطقة عامودة، يعني يوقف ويساعد المجتمع الهون، يعرفوا على الأجواء الخيل، يعرفوا على حضارة الخيل، التراث القديم، لأنه كلهم موجودين هون، كان آبائهم وأجدادهم يقنوا هالحيوان الأليف. خيول السباق لها تدريب خاص وتمرين خاص وريت معين، يعني تدريب الخيول. كمان السباق لها عدة أنواع. السباق المبتدئة لها شيء نسميه التطبيع، نبدأ بتطبيع الحصان شهرين، بعدين يدخل مرحلة التدريب للسباق. والخيول التوليد تدريبها يقتصر على المفالة الكبيرة، نفلتها وتطلع تركض. أما خيول السباق بدها تمرين يومي صباحي منتظم، ولها برنامج يومي، كل يوم برنامج شكل. يعني اليوم الأول مثلا نطلع فيه خبب أو هذبة خفيفة، اليوم الثاني نطلع شوي أسرع، اليوم الثالث نعملها فتح خطوة 400 متر نسميها سكة، أو مسافة طويلة، سكة طويلة أو سكة قصيرة. فالتمرين حسب كل جواد له تمرين. في حصان يحب التمرين، في حصان ما بيحب التمرين، نقلله من التمرين يعني، ونراقب أكل الحصان. أهم شيء إنه الحصان يتجاوب معنا على التدريب، إنه يخلص علفته ويكون مبسوط. ثاني نهار لما نطلع على التمرين يكون مبسوط. هو اللي يحدد للمدرب تمرينه. طبعا المدرب هو راح يكون عنده ذكاء خاص يكتشف هالشيء بالحصان